ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صينية كوسة بالبشاميل. تبقى تحفة في العزومات. هنعملها بإضافة بسيطة كده بس هتغير طعمها وتخليها في حتة تانية. عايزاكم تعملوا اشتراك في القناة وتعالوا نشوف بتتعمل ازاي. أول حاجة هجيب طاسة واسخنها وانزل عليها نص كيلو لحمة مفرومة. هحاول افردها على الطاسة عشان كلها تتشوح زي بعضها. أول ما تبدأ تتشوح هديها تقليبة صغيرة، وبعد كده هجيب بصلاية متوسطة واقطعها وهنزلها عليها. انا ما حطيتش زيت او اي ماده دهنيه، معتمده على الدهون اللي هتبقى موجوده في اللحمه. هي بيبقى فيها دهون كتير فمش لازم نزود لسه دهون. هقلب بقى الاتنين كده مع بعض وابدا احط التوابل بتاعتي. هحط معلقه ملح وربع معلقه فلفل ونص معلقه بابريكا وربع معلقه جنزبيل. الجنزبيل بيشيل الزفاره من العصاج وبيديها طعم حلو. لما كله ياخد لون كده هحطها واغطي عليها وهوطي عليها النار. هجيب كيلو كوسة طبعا متنضفة وهبدأ ان انا اقطعها. بحب اقطعها بالورب كده علشان بتاخد مساحة اكتر في التسوية. هجيب طاسة كبيرة وهحط فيها معلقة زبدة. هو بقى ده السر اللي هيغير طعمها تماما. معلقة ريحان كده وهفركها. احط وراها معلقة نعناع وهفركها برضو. وهنزل عليها الكوسة اللي انا قطعتها. وهبدأ اقلبها كده، يعني هتاخد معايا حوالي 10 دقايق على نار عالية لحد لما تاخد لون ذهبي كده، لون تشويح جميل. الخطوة دي أهم حاجة ما أحطش فيها ملح علشان ما تنزلش المية بتاعتها، تاخد اللون ده. الخطوة دي مهمة جدا عشان الخطوة دي بتغير الطعم المسلوق بتاع الكوسة اللي في ناس كتير مش بتحبه. عبال ما خلصنا الكوسة كانت العصاج استوت. بصوا أنا بسيبها تاخد اللون البني ده، بتدي طعم أحلى في العصاج بتاع أي صينية. وبطفي عليها. أعمل بقى البشاميل. انا هستخدم 4 معالق زبدة كبيرة، عليهم 4 معالق دقيق، عليهم 4 كوبايات لبن. بالظبط المقادير متساوية تماما. ده بيعمل البشاميل المظبوط اللي هو مش خفيف قوي ومش تقيل قوي. هقلبه لحد لما يبدأ يعمل فقاقيع كده على نار متوسطة. هنزل عليه باللبن يكون ساقع مرة واحدة. وبقلبه، يعني انزل باللبن بايد واقلب بالايد التانية. اعملوه بالطريقه دي وعمره ما هيكلكع منكم. هحط عليه معلقه ملح ورشه فلفل. وهحط نص معلقه ريحان. هحط عليهم كمان ربع معلقه قرفه. هقلب كويس جدا لحد لما يديني القوام المظبوط، ولا خفيف ولا تقيل. نكمل تقليب لحد لما يبقى كده. هنزله من المعلقه يفضل لازق على المعلقه ما ينزلش معايا. هجيب بقى رص الصينيه بتاعتي، هحط حبه بشاميل في الارضيه. وبعد كده هبدأ أرص الكوسة. الأفضل طبعا إن احنا نرص الكوسة جنب بعضها علشان تطلع كلها طبقة واحدة. متبقاش في حتت فيها كوسة وحتت لأ، يعني مش زي صينية المكرونة. تطلع في الآخر شكلها كده. أحط عليها طبقة بشاميل كمان. وبعدين أنزل عليهم بقى اللحمة المفرومة. أفرد اللحمة كويس علشان تبقى كلها متوزعة مظبوط. وبعدين هرص الطبقة التانية من الكوسة. أنا بحب أبقي شوية بشاميل كده. باحط عليها بيضاية واقلبهم كويس جدا علشان احطها من فوق الوش عشان تحمر كده وتدي نكهة جميلة. ممكن تحطوا برضو عليها موتزاريلا زي ما تحبوا، بس انا بحسها كده بتبقى اليق في الكوسة. هسويها كده وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد في الفرن حوالي تلت ساعة. هي كل حاجة برضو مستوية، انا بس محتاجاه كله يختلط ببعضه. وطلعت كده شكلها تحفة وريحتها كمان جميلة جدا. وطعمها أحلى وأحلى. أي حد مش بيحب الكوسة هيحبها بالطريقة دي. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه فيها في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل الوصفات. وبالهنا والشفا. باي باي.